سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ومرحبا بكم معايا دائما في قناتي وفي وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم راح نشارك معكم وصفة البراج او المبرجة الذوب في اليد قبل الفم. اذا نروحوا شوفوا طريقة التحضير. اذا هنايا في قصعة راح ندير 3 كيلات من السميد. انا استعملت سميد يكون متوسط. درت 3 كيلات يكونوا ممسوحين. هنايا راح نضيف كل كيلة ندير لها الملح ديالها. راح ندخل ملح هذاك هكذا في السميد. وهنا بنفس الكيلة راح نكيل المقارين. هنا عندي كيلة تاع المقارين مش معمرة وراح نكملها هكذا نعمرها بشوية نتاع الزيت. وهنا راح نزيد ندير مغرف نتاع عسل ندوبها هكذا في المقارين. هذيك المغرف تاع عسل راح تخلي الحبات ديالكم يجيو يعني احمر وطايبين مليح. نفرغ هذيك المقارين هكذا على السميد وراح ندخل المقارين هذيك مليح هكذا في السميد. لازم السميد ديالكم يقيسو كامل المقارين هذاك، يعني الحبيبات تاع السميد لازم يتقاسو كامل بالمقارين هكذا. وراح نبدا دركا نبسس، يعني نبسو هكذا بالكف تاع اليد، نبسو مليح هذيك السميد يعني باش يجيكم البراج ديالكم مرمل ويجيكم هشيش. لازم لكم التبسيس. نبسو بهذه الطريقه هكذا كما راكم تشوفوا امامكم، يعني الطريقه راهي واضحه. هنا بعد ما بسست هذاك السميد ديالي، هنا نجيبو هذيك يعني الكيله درت فيها الماء وراح نبلل غير بشويه فقط، ويعني ونلم. نبلل غير بالعقل بالماء، يعني انا ما راحش نكب الماء كامل. هكذا وراح نجمع هذاك السميد هكذا على جهه وراح نخليه يعني يرتاح شويه حوالي 5 دقائق ولا 10 دقائق، ومن بعد نرجع ليه. انا نروحوا للغرس. كانت عندي كميه من الغرس كنت ديجا يعني يعني عجنته مليح ودرت له مغرف صغيره تاع زبده وعجنته مليح. وهنا زدت عاود يعني درت دهنت يديا بالزيت وكورت يعني الغرس ديالي. هنا نرجع للسميد بعد ما خليته تشرب لي هذاك الماء. كما قلت لكم انا ما دفتش الكيله كامله تاع الماء، يعني دفت غير شويه مع الاول ومن بعد خليته يشرب. وهنا نزيد نعاود نكمل يعني البقيه تاع الماء اللي خليتها. نعاود يعني نرش هكذا غير بشويه وندير خليو يعني تاعكم السميد يكون مرمل هكذا باش وما تطريوش يعني بالماء بزاف باش ما تجيكمش البراج ديالكم يابسه. حنا نحاوسوا على البراج ديالنا تكون يعني مرمله وهشيشه. هكذا قسمت هذيك السميد ديالي على زوج، قسمتها يعني على زوج، درت زوج قريصات. يعني القريصه الاولى راح هنا نفتحها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ندير صاشي هكذا وراح نجيب الحلال ديالي وراح نفتح العجينه هذه، يعني الجزء الاول كطبقه الاولى اللي تجينا يعني من تحت. هكذا راح نفتحها بهذه الطريقه، يعني كل واحد وطريقته في تحضير البراج. انا يعني نفتح العجينه ديالي على شكل يكون مربع، وانتم يعني اذا حبيتوا ديروها دائري ديروها، يعني ما كاش مشكل. هكذا هنا بعد ما فتحتها هكذا على شكل مربع والغرس ديالي تاني راح يعني نفتحه بنفس الطريقه على شكل مربع، ويكون على حسب يعني القياس نتاع هذيك العجينه اللي فتحناها مع الاول.
نديرو هذيك الغرس هكذا على العجينه الاولى، ومن بعد ثاني زدت فتحت هذاك الجزء الثاني نتاع العجينه بنفس القياس يعني تاع الغرس وتاع الطبقه الاولى، ومن بعد دفتها فوق هذاك الغرس. هنا نجيبو هكذا الحلال ونحاولوا نفتحوا يعني نزيدوا نفتحوها شويه باش يعني يلصقوا الطبقات كامل مع بعضهم. هنا يعني بعد ما فتحتهم هكذا وزدت يعني رققت شويه فيها، ما راحش نخلي يعني البراج نتاعي تجيني خشينه. درتها شغل نتحصل على حبات يكونوا متوسطين هكذا. وهنا جبت سكين قصيت الحبات ديالي هكذا على شكل مربع، واللي عندها يعني الطابع وتحب تطبع يعني تطبع. انا هنا ما كانش عندي الطابع، قسمت غير بالسكين فقط ودرتهم على اشكال يعني شكل مربعات يكونوا متساويين باش يجيوني الحبات كامل مع بعضهم. وانا يعني بالكوباط نحاولوا نعدلوا الحبات ديالنا كما قلت لكم باش يجيونا كامل الحبات كيف كيف، ويجيو نتحصلوا على حبات يكونوا متحوفين. هنا نروحوا نطيبوا الحبات ديالنا تاع البراج هنا في مقله يعني، ولا في طاجين نتاع المسمن، ولا في طاجين يعني نتاع القرصه. ديروا يعني في الحاجه اللي تكون يعني متواجده عندكم. هنا ندير الحبات ديالي يطيبوا على نار يعني تكون قليله، يعني ماشي يعني تكون غازره بزاف هكذا باش يطيبوا لكم الحبات ديالكم غير بشويه باش ما يتحرقوش تاني، ويجيوكم يعني الحبات حميرين ويعني باهين في الشكل. ونقلبوا الحبات ديالنا غير بالعقل هكذا باش نحافظوا يعني على الحبات ديالنا وما يتكسروش. كما قلت لكم يجيو بزاف هشاش. انا نخليهم هكذا يحمروا في غرضهم. وانا في الاخير كما راكم تشوفوا البراج ديالي راهي واجده. وكما قلت لكم بهذه الوصفه يجيو يذوبوا في الفم. جربوا الوصفه ان شاء الله ونتمنى تعجبكم.